مش هنسيبها شيك على بياض. ليه زيادة تمويل ال DHS خطر في 2026 وخطر على كل الناس؟ خليني أبدأ بسؤال بسيط، أنت فاكر تمويل الحكومة بيحصل إزاي؟ كل سنة في قانون اسمه الاعتمادات، وده بيحدد الفلوس رايحة لمين وليه. دلوقتي في نقاش في الكونجرس الأمريكي عن تمويل وزارة الأمن الداخلي ال DHS لسنة 2026، والمطلوب حسب كلام منظمات قانونية إننا نرفض أي زيادة جديدة لل DHS بالفعل، لأن معاها تمويل ضخم جدا ومفيش رقابة كافية على هذا التمويل. الآلية اللي هي جمعية محامين الهجرة الأمريكيين بتقول إن الزيادة دي غير ضرورية في الوقت الحالي. أصلا ال DHS متخمة بالتمويل، يعني عندها أساسا فلوس كتير وبتشتغل من غير حواجز تحمي الناس، وده بيحصل في وقت سياسات تنفيذ الهجرة بقت عنيفة جدا وخطرة داخل مجتمعات أمريكا. الكلام هنا مش سياسة بس، ده فلوس عامة وسلامة بشر ومسؤولية قانونية. خليني دلوقتي أقول لك الرقم اللي لازم تقف عنده. حسب الطرح ده ال DHS حصلت على 170 مليار دولار من قانون اسمه ال OBBBA أوبا. ومش بس كده، في كمان 170 مليار دولار زيهم للوزارة. يعني احنا بنتكلم عن أرقام ضخمة جدا بالفعل قبل أي زيادة جديدة. فالسؤال المنطقي في الوقت الحالي، ليه ندي فلوس اكتر قبل ما نفهم هم اتصرفوا ازاي في هذه الفلوس؟ الطرح بيقول ان في 45 مليار دولار اتخصصت بس لتوسيع بنية الاحتجاز، يعني توسيع اماكن الاحتجاز والبنية التحتية هنا في امريكا، وده اللي بيخلي النظام يكبر وفي نفس الوقت مفيش رقابة حقيقية تضمن الصرف السليم على حساب دافعي الضرائب الامريكيين. وكمان مفيش ضمانات تمنع سياسة عدوانية وغير قانونية بتسبب الفوضى والخوف. الكونجرس الامريكي بيكون ساعد ال DHS في تنفيذ خطة الترحيل الجماعي، وده بيشمل احتجاز اعداد ضخمة جدا من الناس، وده حسب الوصف بيحصل بالفعل. الطرح كمان بيقول ان عدد المحتجزين في الاحتجازات وصل لرقم قياسي، وهو ممكن يقرب من 70,000 شخص، بالتحديد 68,990 شخص. وده رقم بيبين قد ايه التوسع ده مش بس نظرية، ده واقع شغال قدامنا. طيب الإدارة بتقول ايه؟ الادعاء الشائع ان هم بيستهدفوا أسوأ الأسوأ، يعني أخطر الناس. بس حسب البيانات المذكورة في هذا الطرح الصورة مختلفة جدا عن الكلام ده. بيقولوا ان اللي اتاخدوا للاحتجاز في السنة المالية بتاعة 2026 لحد دلوقتي قد يصل ل 92% بلا إدانة جنائية. ركز في الرقم تاني، 92% من البشر من غير إدانات جنائية. وده هنا بيفتح سؤال صعب جدا، مين بيتأذي من التوسع ده؟ لو الأغلبية مش أصحاب إدانات جنائية يبقى الموضوع مش مجرد أسوأ الأسوأ زي ما الإدارة بتقول، يبقى احنا كده قدام توسع احتجاز ضخم وتأثيره بيطول ناس كتير جدا. وفي كل توسع من النوع ده لازم يبقى فيه رقابة ومحاسبة وحدود واضحة. وهنا ندخل على أخطر جزء في القصة. الطرح بيوصف نظام الاحتجاز ده على إنه خطير ومميت، وده مش كلام بسيط. بيقول إن النمو الكبير ده بيمول نظام احتجاز خطر وميت هنا في أمريكا. وبيذكر إن في ديسمبر 2025 لوحده اتوفى 6 أشخاص أثناء الاحتجاز، 6 أشخاص في شهر واحد، وده اتوصف ان هو الشهر الاكثر دمويه على الاطلاق على حسب الخبر طبعا. خليني دلوقتي اقولها بصراحه وبهدوء، اي توسع في عدد الاسره من غير محاسبه معناه تضاعف المخاطر، لان المشكله مش بس عدد الاسره، المشكله ظروف الاحتجاز نفسها. الطرح بيقول ان المنشآت مليانه مشاكل طبيه ورعايه غير كافيه، وبيذكر ظروف سيئة. ومش بس كده، وكمان سلوك مسيء من بعض العاملين داخل هذه المنشآت. والأسوأ إن هذا الطرح بيشير لتقارير عن اعتداءات جنسية من موظفين داخل المرافق. يعني احنا مش بنتكلم بس عن خلاف إداري، احنا بنتكلم عن كرامة وأمان بشري. لما النظام يبقى فيه ثغرات، التوسع من غير رقابة بيكبر المسألة، واي تمويل اضافي من غير قيود بيكون كده عامل زي اضافة البنزين على النار. فالفكرة الاساسية هنا واضحة جدا، الكونجرس الامريكي المفروض يعمل رقابة مش بس يسهل هذا التوسع. المفروض يسأل الفلوس اللي اتاخدت دي اتصرفت فين واتعمل بيها ايه. المفروض يحط حواجز تمنع سياسات عدوانية وغير قانونية وخطرة على المهاجرين هنا في امريكا، مش بس يدي شيكات على بياض لوزارة عندها بالفعل مليارات ضخمة. وفي النص ده في إشارة مهمة لتصريح من السيناتور باتي موراي، وهي نائبة رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ. والطرح بينقل إن رسالتها كانت الوقت ده محتاج محاسبة مش شيكات على بياض. الجملة دي مهمة جدا لأن هي بتلخص جوهر الأزمة في سطر واحد.
محاسبة الأول وبعدين نتكلم عن أي تمويل تاني. وده مش بس موقف أخلاقي، ده كمان موقف استراتيجي. رفض زيادة التمويل بيحط خط أحمر قدام توسع نظام إنفاذ القانون هنا في أمريكا، وبيثبت إن الكونجرس مش هيسمح إن التوسع ده يكمل تحت نظره، وبيستخدم عملية الاعتمادات علشان خاطر يفرض رقابة ومحاسبة مطلوبة جدا. يعني بدل ما الميزانية تبقى ختم موافقة، هتبقى أداة للضبط وللمسؤولية. خليني دلوقتي أرتب لك الصورة في كام سطر بسيط علشان خاطر تبقى فاهم الصورة كاملة معايا. اولا في تمويل ضخم جدا بالفعل، ومش منطقي نكرر هذا التمويل ونزوده من غير مراجعة. ثانيا التوسع الحالي ساعد على احتجاز اعداد قياسية، وده حصل فعلا. ثالثا الادعاء باستهداف اسوأ الاسوأ بيتصادم مع رقم ال 92% اللي هو تم احتجازهم بلا ادانات جنائية. رابعا النظام اتوصف ان هو خطر ومميت، وفي وفيات في شهر واحد بس بشكل صادم. طيب ايه المطلوب من الكونجرس الامريكي حسب الطرح ده دلوقتي؟ المطلوب رفض اي زيادة في تمويل الدي اتش اس في اعتمادات سنة 2026، والمطلوب كمان رقابة حقيقية ومحاسبة للإدارة على سياساتها العدوانية والخطرة في بعض الأحيان، وده على حسب كلام الطرح. والمطلوب كمان ان هم يفرضوا شروط وحدود تمنع من استمرار الضرر ده داخل المجتمعات الامريكيه. يعني مش بس لا للزياده، لكن كمان نعم للمحاسبه. وعشان نبقى واقعيين، الكلام ده بيأثر على ناس كتير قوي، بيأثر على العائلات اللي عايشه في خوف من حملات الايس او الدي اتش اس الموسعه، وبيأثر كمان على دافعي الضرائب اللي عايزين يعرفوا فلوسهم دي بتتصرف في ايه بالظبط، وبيأثر على القيم الأساسية إن تنفيذ القانون في أمريكا في الوقت الحالي يبقى إنساني ووفق القانون، لأن أي نظام من غير رقابة بيتحول بسرعة جدا لأداة أذى. هذا الطرح كمان بيحذر من إن التمويل غير مقيد بيشجع على التنفيذ المتهور، وبيحذر كمان من سياسات غير قانونية وخطرة، وبيقول ان هي بتعرض المجتمعات الامريكيه للخطر. ومع كل توسع المخاطر بتكبر والضرر كمان بيزيد والمسؤوليه بتضيع. علشان كده الرساله هنا ان الزياده غير لازمه ومكرره في الوقت الحالي، وان الاولويه المفروض تبقى رقابه ومحاسبه مش توسع وتمويل. في النهايه انا عايزك تفتكر ان الارقام دي مش مجرد ارقام، كل رقم وراه انسان ووراه بيت ووراه قصه ووراه كمان مسؤوليه عامه. ولما يتقال ان النظام ده خطر ومميت، ده معناه ان في حياة على المحك. فرفض زيادة التمويل هنا مش بس موقف، ده محاولة لمنع تفاقم أزمة جديدة، ومحاولة كمان لإجبار المؤسسة ان هي تشتغل تحت رقابة ومسؤولية واضحة جدا. طيب لو انت دلوقتي بتسأل انا كفرد اعمل ايه؟ الفكرة العامة ان انت كفرد تاخد موقف، تيك اكشن، وتوجه رسالة للكونجرسمان بتاع الولاية بتاعتك، يعني ان صوتك مهم في رفض هذه الزيادة بتاعة التمويل وفي المطالبة برقابة ومحاسبة، لان الاعتمادات مش رقم في ورقة، دي قرارات بتنعكس على الواقع فورا. وعشان كده كل مكالمة وكل رسالة بتفرق قوي في اللحظات اللي زي دي. قبل ما اختم خليني اقولها لك بجملة واحدة واضحة: رفض زيادة تمويل الدي اتش اس في 2026 هو موقف منطقي ومسؤول وضروري، لان التمويل موجود بالفعل والتوسع شغال والمخاطر موثقة في الطرح ده، والحل الحقيقي هو رقابة ومحاسبة مش بس توسع من غير قيود. وده اللي بالظبط بتطلبه جمعية محامين الهجرة الأمريكيين اللي هي الإيليا، اللي بتطلبه في الطرح بتاعها أو في الخطاب بتاعها. بتقول كده بصراحة: رفض الزيادة وفرض إشراف ومساءلة. في النهاية أنا عندي هنا فيديوهات كتير عن القناة تخص تقريبا كل حاجة عن السفر والهجرة والمعيشة في أمريكا. الفيديو ده اليوتيوب هو اللي مختاره ليك دلوقتي علشان خاطر ممكن يكون هو الفيديو المهم بالنسبة لك في الفترة اللي جاية. شكرا جدا جدا لمتابعتك، أتمنى لك كل التوفيق.